والله احنا كجمهور الاهلي عايزين نبعت برقيه شكر وتهنئه لاداره نادي الزمالك اللي خلتنا نشوف ماتش بهذه القوه. مع غياب اللون الابيض الماتش طلع كامل الدسم، فيلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد صابر ودي الكوره مع افوكاتو. واحده من اقوى المطوشه وبروفا قويه جدا 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 للنادي الاهلي قبل ماتش الترجي. بص يعني الماتش كان حلو حلاوه يا جدع، ايه الجمال ده؟ ما اعتقدش ابدا ان احنا كنا هنشوف ماتش بالقوه دي مع الزمالك. يعني الحاله اللي عليها الزمالك ما تنبئش ابدا ان احنا كنا هنشوف ماتش بالقوه دي. بيراميدز بصراحه قدم ماتش روعه، باتشيكو كان عظيم، كولر كان هايل، اتنين مدربين قدموا كل فنون الكوره، كل واحد كان عنده التارجت بتاعه وكان بيلعب عليه. وشفنا ازاي كولر كان داخل الماتش وهو كان عينه على ماتش الترجي، ورغم ذلك والروتيشن اللي كان عامله والتشكيل اللي اي حد بيلعب في الاهلي يبدا باي تشكيل. كولر امبارح كان بيقول انا عندي فرقه كبيره جدا، وباتشيكو على الامكانيات المتاحه الراجل ادار الماتش بعظمه بصراحه وعرف يجمد الماتش. ويلا بينا بقى كده نحكي القصه واحده واحده. يعني الاهلي دخل كولر الماتش بضغط عالي على غير المعتاد، بانه يعني كان دايما بيسيب الاستحواذ او بيسيب الاستحواذ دايما في اول الماتش لبيراميدز. بيراميدز اتفاجئ امبارح، ولذلك اول 10 دقائق بيراميدز اختل توازنه لحد ما رجع تاني للماتش. نزل الشوط الثاني الاهلي قال لك بقى انا عايز اخلص. الناحيه الثانيه بقى باتشيكو كان في منتهى الذكاء، يعني هما بدنيا ما كانوش قادرين يجاروا الاهلي، والراجل كان عنده نواقص في بعض المراكز بالذات في خط الظهر مكان السيرد باك، فقال لك انا هلعب على قد الامكانيات. وبيتهيألي ده اللي خلانا نعرف بقى ليه بيراميدز على المستوى الدولي او المستوى الافريقي مش قادر يحقق بطولات. الفرقه دي فرقه معلمين، فرقه كويسه جدا، كلهم لعيبه دوليه، بس عندهم مشكله بقى في الناحيه البدنيه. يعني بيراميدز بان عليه كده من نص الشوط الثاني او من الدقيقه 70 في الشوط الثاني انه خلاص بقى مش قادر. ودي تتحسب برضه لباتشيكو ان هو كان عارف امكانيات فرقته، لما نزل الشوط الثاني ما كملش الضغط العالي وما سرعش اللعب قوي، وحاول يجمد الماتش وقدر بالتغييرات بتاعته انه يمسك الماتش او يجمده مش يمسك الماتش. لان لو خدت بالك كده الماتش بشكل عام الاستحواذ الاهلي والخطوره البيراميدز، لكن في نفس الوقت الاهلي كان عنده سكواد عريض جدا، عنده لعيبه في كل حته، عنده بدائل في كل حته. امبارح بقى الاصابه بتاعت احمد سامي انا كنت حسيت لما شفته كده، ولما كمان كابتن مدحت شلبي قال انه مفيش بدائل قاعده بره، حسيت ان هو فعلا هيدفع ثمن انه ما عندوش سيرد باك. هو حاجه طبعا خارجه عن ارادته، بس هو كان لازم يدفع الثمن، وده شفناه امبارح في كهربا. يعني خد بالك احمد سامي في اللقطه بتاع الكهربا لما دخل وحط جسمه كده، احمد سامي كان مصاب عشان نبقى عارفين، ده لازم ندي كل واحد حقه. بيراميدز بصراحه عمل ماتش قوي جدا، والاثنين حراس بقى امبارح يعني بدون ادنى مبالغه كانوا في قمه الروعه. الشناوي ده والشناوي دوت تقريبا كل من يحمل لقب شناوي كان هايل امبارح بصراحه. الشناوي بيشيل حاجه، يعني بيشيل كام كوره من على الخط وبيشيل كوره من على الخط وبيشيل انفراد امبارح. الشناوي الثاني شال كوره حسين الشحات بصراحه، يعني حسين الشحات بيشمعها في اي حد، انت بتبقاش عارف حسين الشحات هيحطها لك في البعيده ولا في الضيقه. فيعني كونه انه شال كوره زي ديت انقذ فرقته. وفي الاخر يعني الفرقه اللي اكثر جاهزيه، الفرقه اللي واقفه على رجلها اكتر هي اللي كسبت الماتش. الماتش على فكره كان ممكن يروح لبيراميدز. باتشيكو بصراحه عالج كل الاخطاء اللي عنده، يعني قدر يعني طلع كل فنياته. وامبارح كنت شايفه كده عامل زي مدربين الباسكت وهو واقف على الخط، يعني حاول يوقف الاهلي. امبارح برضو غياب عبد الله السعيد ولعب رمضان في مكانه اثر شويه، لان عبد الله طبعا بيعرف يلعبهم. الاهلي الناحيه الثانيه برضو عمل كل حاجه في الكوره، لعب 4-3-3، لعب 4-2-3-1 بنزول قفشه، عنده مرونه تكتيكيه عاليه جدا. والمرونه دي بصراحه شفناها عند الاثنين مدربين. ماتش حلو قوي، مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لفرقه بيراميدز اللي عملت ماتش كبير جدا. انا بصراحه دي بقى كانت اسمها فعلا قمه في الاداء. شفنا ماتش اتكيفنا كلنا منه. بس كده ماتش كامل الدسم بدون اللون الابيض. واشوفكم بقى
الماتش الجاي للنادي الاهلي. لو عجبك الكلام دوت ما تنساش اللايك، شير، كومنت، سبسكرايب. ولو انت بتتفرج عليا من على الفيسبوك يا ريت تروح تشترك في القناه. سلام.